كيبدا الفيلم بواحد البيلوت سميتو برودي متقاعد في السلاح الجوي البريطاني، ودابا ولا خدام مع شركه ديال الطيران، وغيكون زربان حيت تعطل على الرحله ديالو. من بعد طلع للطياره ولقى المساعد ديالو سام، قال ليه سام بلي غتكون شي عاصفه خايبه في الطريق. موراها جا عندهم المكلف بتنظيم الرحلات، قال لهم ما عندكم مناش تخافوا، الطياره اصلا فيها غير 14 راكب يعني خفيفه، الحل اللي عندكم هو تجبدوا الكابل شويه باش دوزوا فوق العاصفه. هاد خونا ما ارتاحيتش ليه، كيبان بحال الا كان مغيب في الدرس ديال العواصف، غير الله يستر وصافي. وهادي بوني المسؤوله على مضيفه الطيران قالت لبرودي شي حد بغى يهضر معاه، وفاش خرج لقى واحد الضابط، قال ليه الضابط باللي عنده امر باش يوصل واحد السجين خطير سميتو توم، وغاديين به باش يكمل العقوبه السجنيه في البلاد اللي كينتمي ليها. من بعد برودي عطى التعليمات ديالو لمضيفه الطيران، واستقبلوا الركاب اللي كان العدد ديالهم قليل. المهم البيبان تسدات والركاب استراحات والطياره في السما حلقات. سام جبد الصوره ديال عائلته وعلقها قدامه، سول برودي واش عنده شي عائله، قال لي عنده بنت وحده وسميتها دانييلا. المهم كان كلشي غادي مزيان، السربايات ديال السما دايرين خدمتهم والركاب واكلين شاربين ناعسين. تا جات اللحظه فاش غيدخلوا للعاصفه، عطى براد الاشاره لسام باش يطلع بالطياره فوق العاصفه، ومشى عند الركاب يطمئن عليهم، قال لهم يلبسوا احزمه الامان. وخلال التفقد ديالو الركاب ضرباتهم صاعقه رعديه خلات الانظمه الكهربائيه ما تبقاش خدامه. براد رجع لمقصوره القياده، لقى حتى حاجه ما خدامه، والتحكم من دابا الفوق غيولي يداوي. الطياره ولات غاديه وكتهبط بهم، وكيبان باللي هذه هي الاخرى ليهم. الركاب شي كيشهد شي كيغوت، والسجين طوم قال الضابط يحيد ليه المينوط باش الا طاحوا في البحر يقدر يعوم. الضابط شاف فيه واحد الشوفه طويله وقال ليه ان بوسي، وجبد التليفون باش يهضر مع عائلته، طاح ليه، حيد حزام الامان مشى عنده باش يجيبو. شافته مضيفه الطيران نط عنده وقالت ليه باش يرجع لبلاصتو. في هاد اللحظه الطياره تزعزعات، هو ضرب في السقف وهي تقسم على ظهرها بواحد الكرسي. وان لله ود حماد. نرجعوا لمقصوره القياده اللي اخيرا قدروا يخرجوا من العاصفه والرؤيه ولات واضحه. هنا براد بانت ليه واحد الجزيره وبدا قصدها، ولكن لقاها كامله عامره شجر وصعيب يحط بها تما. دور وجهه بان ليه ممر ضيق وسط الغابه، ما فكرش بزاف، عوج كلشي وقصد داك الممر. فاش تحطوا الرويده في الارض بقى مطايف معاها حتى قدر يوقفها في اخر لحظه بسلام. سام دار شاف براد قال ليه بابا انت كي درتي لهاد اللعيبه، وقف شي طياره على قدها في غابه، الهنود وما داروهاش. رد عليه براد تقول غير تبارك الله صاحبي. من بعد مشى براد عند الركاب وعاونهم يخرجوا من الطياره. نمشيو لمقر شركه الطيران بليزر في نيويورك، وصلهم الخبر ديال الطياره اللي صايقها برودي اختفت وسط العاصفه، واخر اتصال مع الطائره كان في غرب الفلبين. فاش تقطع التيار الكهربائي من الطياره، جا عندهم واحد خونا سميتو دافيد خبير في اداره الازمات الجويه، قال لهم يجمعوا ليه معلومات على الطائره والركاب والبيلوت وكل شيء. نرجعوا للطائره عند براد اللي في هاد اللحظه مشى عند الركاب شرح لهم الوضع، قال لهم باللي فاش ضربوا من رعد خسرت الانظمه الكهربائيه وفقد السيطره على الطائره، والحل الوحيد اللي كان عنده هو يدير هبوط اضطراري في هذه الجزيره. من بعد رجع للطياره حاول معاها باش يصاوبها، ولكن عرف باللي غيخصو بزاف ديال الوقت. سام جبد البراد الخريطه، حدد ليه البلاصه فين كاينين، وقال لي هاد الجزيره ما كتنتمي حتى شي دوله، واستولاو عليها المتمردين والمجرمين. براد ملي سمع هاد الشيء قرر يقلب على الخريطه ويتواصل مع فريق الانقاذ قبل ما يلقاهم المتمردين. من بعد بدل الحوايج ومشى عند الركاب، قال لهم باللي غادي يتحرك يقلب على شي تليفون يطلب منه المساعده، وغادي ياخذ معاه طوم يعاونو. من بعد فكري المينوط وتحركوا بجوج من تما. في الجهه الاخرى كنشوفوا قائد المتمردين واللي سميتو داتو، جا عنده واحد خونا قال ليه شاف شي طياره نزلت في الجزيره، وديك الساعه داتو قال لصاحبو يجمع الرجال باش يتحركوا للطياره. نرجعوا عند براد وطوم. طوم سولو قال لي علاش تقفي وحل ليه المينوط، قال لي براد حيت الجزيره فيها المتمردين وهو الواحد اللي يقدر يعاونو. واحد شويه ما بقاش كتسمع الحس ديالو، فاش دار لقاه هرب من تما. بقى غادي براد في الغابه حتى بانت ليه واحد الدار مهجوره، ولقى لداخل تليفون ولكن كان خاسر. بقى مقاتل معاه حتى صايبو. وصلنا على فريق الانقاذ، جاوبته واحد ختنا عيا يشرح ليها، وحيت الاشاره كانت ضعيفه بزاف ما قدرش تسمعو وتقطع الخط بيناتهم. موراها صونا على بنته وقال ليها تقيد العنوان اللي غيقول ليها وتعطيه للمدير ديالو في الشركه. وفي هذه اللحظه جمع ليه واحد من المتمردين، ولكن براد كان مقدر عليه قدر يقتلو بسهوله. وسمع شي صوت ديال شي واحد طالع في الدروج، ولكن هذا غيكون غير طوم اللي جاي يعاونو. عطاه السلاح وهبطوا من تما. لقاو تحت كاميرا وفيها شي فيديوهات ديال المتمردين كيخطفوا الناس في الجزيره وكيطلبوا الفديه من العائلات ديالهم. في هذه اللحظه عرفوا باللي الركاب في خطر الا مشاو تلقاوهم المتمردين. خرجوا من تما كيجريو، بانت لهم طونوبيل واقفه حدا الدار، ركبوا فيها وقصدوا للطياره. وفي هذه اللحظه الركاب بانوا لهم طونوبيلات جايين صحاب لهم فريق الانقاذ وبداو تعيطوا عليهم، ولكن تصدموا ملي ما لقاوهمش فريق الانقاذ. هنا سمع براد وطون القرطاس وعرفوا المتمردين وصلوا للطياره. والزعيم ديال المتمردين سولهم على القائمه ديال الركاب وعطاتها ليه المضيفه.
وفي القائمه كان مكتوب بلي البيلوت سميتو براد، وسولهم قال لهم فين مشى براد. سام بالخلعه بغى يديرها في سروالو وقال ليه مشى يقلب على مساعده وباقي ما جاش. واحد ختنا بغات تهرب تيرا فيها، وواحد خونا بدا تيغوت بالخلعه طيروا ليه راسو. المتمردين ما تيحنوش، ديرها ولا ها الله يرحمك. وبراد في هاد اللحظه كان كيشوف كلشي بعينيه، وفاش قتلوا دوك خوتنا بغى يتدخل ولكن ما خلاش طوم، قال ليه هما متفوقين عليهم في العدد والا مشى غادي يقتلوه. من بعد المتمردين طلعوا الركاب في الكار، والزعيم ديالهم خلى جوج منهم قال لهم يبقاو في الطياره ويقلبوها مزيان. مور ما مشاو المتمردين هجم براد وطوم على دوك الزوج، قتلوا واحد فيهم والثاني سولوا على البلاصه فين كيديو الرهائن. قال لهم في واحد القريه سميتها داندوليت. نمشيو لشركه الطيران بليزر اللي قدروا يحددوا الموقع ديال الطائره بالاقمار الصناعيه، وعرفوا باللي كاينين متمردين في الجزيره وكيشكلوا خطر على الركاب. المدير قال دافيد باللي غيصيفط لهم فريق الانقاذ. جاوبوا دافيد باللي ما عندهمش الوقت بزاف حيت فريق الانقاذ غادي يتعطل بزاف باش يوصل عندهم الجزيره، وقال لي غادي يصيفط واحد الفرقه ديال القوات الخاصه كتواجد ولا قرب من الجزيره. براد وطوم في هاد اللحظه وصلوا لقريه داندوليت ولقاو المتمردين كيصوروا فيديوهات للركاب باش يطلبوا الفديه في مقابلهم. وفي نفس الوقت وصل فريق القوات الخاصه للطياره ولقاو الجثه ديال الضابط والمضيفه، وواحد القميجه خلاها براد تما كتب فيها العنوان ديال قريه داندوليت. نرجعوا عند براد وطوم، دخلوا للقريه بلا ما يديروا الحس ولا يشدوه كيشرشموه تقدروا يلقاو فين حابسين الركاب. خدا براد السوارت وحل على الركاب وخرجهم من تم، من بعد طلعهم من الكار. في هاد اللحظه جا عنده طوم قال ليه باللي صعيب يخرجوا من تما حيت كاينين في الطريق بزاف ديال المتمردين وغادي يشوفوهم. براد بدا يشوف الركاب اللي كانوا مخلوعين بقاو فيه بزاف ويحس بالمسؤوليه تجاههم، لهذا قرر يغامر براسو وقال لي غادي يمشي عندهم يحاول يدلعهم باش يقدروا يهربوا من تما بالكار. ومشى عند المتمردين عرفوه باللي هو البيلوت ديال الطياره، قال لهم فين هو الزعيم ديالكم بغيتو دابا يجي عندي. فاش جا عنده قال لي بغيتك تلاقي الركاب ديال الطياره لوالديك ولا ما غيعجبك حال. قال لي زعيم المتمردين مازال ما تزادش ليه يهددني، وقال لهم باش يقتلوه. وفي نفس الوقت وصلوا القوات الخاصه وقتلوا هذاك اللي هز الفردي على براد وصفاوها لشي وحدين من المتمردين وهربوا من تما في الاخر. الزعيم ديال المتمردين ملي شاف خوه ميت سخط ناري غترون وقال للرجال ديالو يتبعوهم يقتلوهم كاملين ما يخليو حتى فيهم عايش. في هذه اللحظه براد شاف العدد قليل ديال القوات الخاصه، قال لهم علاش ما جاش فريق الانقاذ. جاوبوا باللي فريق الانقاذ قدامه وقت طويل باش يوصل للجزيره، وبراد ما عجبتوش هذا الخبر ولكن قال على الاقل بعدا شي واحد يقدر يلقاهم. فاش وصلوا للطياره براد قال للركاب يا اهل القبيله فريق الانقاذ قدامه وقت طويل باش يوصلوا عندنا، وإلا بقينا هنا كنتسناوهم غيجيو المتمردين يصايبوا بينا الكتلات والقضبان. هادشي علاش غنصلحوا الطياره ونمشيو بحالنا من هنا. وبقى براد وسام مقاتلين مع الطياره باش يصلحوها والركاب طلعوا للطياره. وفي نفس الوقت وصلوا عندهم المتمردين اللي كانوا كيتسناوهم القوات الخاصه مع بانوا ليهم وهما يشبكوها في حبهم تير. القوات الخاصه عندهم اسلحه متطوره واخا تخبات حتى هي القرطاس ديالهم ما كيضحكش. براد صايب الطياره وقال لهم باللي غادي يقلع بها من هنا 2 دقائق، وقبل ما يقلع خاصهم يكون دغيا طلعوا للطياره باش يتحركوا من تما. طوم قال لي باللي ما غاديش يتحرك معاهم حيت ما بغاش يرجع للحبس عاوتاني. براد سلم عليه وقال لي خذ راحتك حيت وقفتي معنا وقفه ديال الرجال. براد ديما راه الطياره وكيستعد للاقلاع، هضر في التاركي والكي مع الشركه باش يعطيو احداثيات فين يمشي وعطاوه الموقع ديال واحد الجزيره امنه يقدر يهبط فيها. في هذه اللحظه بداو كيطلعوا القوات الخاصه للطياره، وواحد من المتمردين بغى يعترض الطريق ديال الطياره وبغى يضربها ببازوكا ولكن ما عرف طوم منين خرج ليه تيرا فيه وقتلو في البلاصه. وطوم هرب من تما باش يبدا حياه جديده، والطياره قلعات وهي في الجو تفرق عليها الموتور والحاله ديالها ولات مكفسه على الاول. وصل البراد للجزيره اللي قالوا ليه الشركه وقرب المدرج بقى مطايف مع الطياره اللي ما بقى فيها حتى عدم صحيح، وبالتجربه والخبره ديالو قدر يوقفها بسلام. المهم الركاب صفقوا على براد وشكروا على التضحيه اللي دار معاهم ووصلوا فريق الانقاذ لعلمان كانوا يعالجوا المصابين. هنا غيكون سال الفيلم. الى عجبك خلي معك شي جيم وكومونتير. نتلاقاو الفيديو الجاي. تهلاو.